طب ليه انتوا بتقولوا ان الله واحد؟ مش احنا اللي بنقول طبعا، ربنا هو اللي قال ده. طب ليه ما يكونش مثلا آلهة كتير وكل واحد يبقى مسؤول عن جزء، او حتى يقسموا التخصصات ما بينهم؟ ليه يعني إله واحد؟ لان الكون ده كله مبني من خامة واحدة وبخطة واحدة، وده كلام العلم. فمن الهيدروجين بيطلع ال 92 عنصر اللي موجودين في جدول مندل بنفس الطريقة بالإدماج واطلاق الطاقة الذرية اللي بتتوهج بيها النجوم وبتشتعل بيها الشموس في فضاء الكون. وبعدين الحياة كلها اتبنت من مركبات الكربون، جميع انواع الحياة بتتفحم بالاحتراق، وكلها مصنوعة بخطة تشريحية واحدة. يعني تشريح الضفدع والحمامة والأرنب والتمساح والحوت كلهم واحد، كلهم بخطة تشريحية واحدة. نفس الشرايين والأوردة وغرفات القلب، حتى نفس العظم مع تحور بسيط فيه. الوحدة التشريحية في كل ده هي الخلية. وفي النبات زيها زي الحيوان زي الإنسان بنفس المواصفات، بتتنفس وتتكاثر وتولد وتموت بنفس الطريقة. بعد ده كله بقى وأكتر كمان، إيه الغريب في إنه يكون إله واحد؟ لو تعددت الآلهة يا صديقي أكيد هيجي يوم ويختلف، فكل واحد بقى يلم اللي خلقه وياخدهم ويمشي، وتخرب بقى السماوات والأرض.